ازيكم؟ الزمالك بطل السوبر الافريقي للمره الخامسه والتاني على النادي الاهلي. مفيش بابا كتير في الفيديو، مفيش ضحك وهزار في الفيديو، لان دي مش حاجه طبيعيه ومش حاجه الطبيعي اللي انا اطلع اضحك واهزر. فالفيديو بقى جد شويتين تلاتة اكتر من الحاجات اللي الجدة اللي فاتت كتير. الفيديو متصور بعد الماتش بساعتين تلاتة. ما قدرتش اصوره بعد الماتش على طول عشان الانفعال اهدينا شويه وشفنا كده شويه حاجات، وشفنا تصريحات بعد الماتش، وشفنا شويه اخطاء، ورجعنا تاني اخطائنا اللي كنا بنتكلم عليها. ولا الاخطاء دي كانت انفعال من الماتش ولا لا؟ جايين النهارده نتكلم على اللعيبه، وجايين نتكلم على الاداره، جايين نتكلم على مارسيل كولر. اكيد حاجات عملها غلط في الماتش، اكيد حاجات عملها صح في الماتش. جايين نتكلم عن واحد المفروض خلاص يا معلم، انت بقى ربنا يبارك لك في اللي جاي. ده كله هنتكلم عن النهارده، بس اذا كنت تعمل شيء ولا بس قبل كده في عايز شغل جديد او ما تعملش، يعني اللي انت عايز تعمله اعمله. فيلا نخش في الحلقه. طيب هنبدا منين؟ هنبدا من عندك المدير الفني اللي طبيعي في وسط العك اللي حصل في الماتش هو بيشيل الليله. تمام. انت معلم دلوقتي على الورق ما لعبتش بتلاته ورا، بس في ارضيه الملعب بدات بتلاته ورا اللي هم مين؟ كانوا محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. تمام. في حاله الهجوميه انت بتلعب بتلاته ورا، في حاله الدفاعيه بتلعب بخمسه ورا. تمام. بترجع يحيى عطيه الله ورا، وبترجع الناحيه التانيه بيرسي تاو. تمام. احنا كلنا متفقين على كده. والاثنين عندك في نص الملعب هم مروان عطيه واكرم توفيق، الاثنين بيرجعوا يبقوا ديفندر في الملعب. حلوه جدا، احنا كده حلوين جدا. يا معلم انت عندك اتصاب محمد هاني اللي هو مركزيا في الملعب بيلعب سنتر باك، سنتر باك تالت في الثلاثه اللي ورا، وسنتر باك تالت في الخمسه اللي ورا. فانت اما تحب تطلعه تنزل لي عمر كمان يلعب واحد ليه يا معلم؟ يعني انت، طب انت هيلعب ازاي؟ طب ليه ما فكرتش كده ان انا انزل كوكا العبه نص ملعب وارجع اكرم توفيق اللي هو اصلا كنا طول عمرنا عارفين ان اكرم توفيق مكان محمد هاني، كان في خناقه بين اكرم توفيق ومحمد هاني. ليه ما فكرتش ان انا العب اكرم توفيق انزله يرجع ورا شويه ويلعب مع كوكا يا معلم؟ كوكا اللي نزل غير لك، يعني غير لك نص الملعب اللي هو كان متاخد كله منك اصلا، خلاك على الاقل بتعرف تطلع قدام شويه. لا سيبك بقى من كده. طب انت يا معلم دلوقتي عارف وانا عارف وانت عارف وكله عارف ان امام عاشور بينزل ماتش الزمالك يا معلم هو عايز ياخد اللقطه. فانت يا معلم شايف امام عاشور 90 دقيقه، او يا عم مش 90 دقيقه، الوقت اللي هو لعبه، الوقت اللي هو لعبه كله، شايفه يا معلم والله هو بقى الماتش، هو بقى اي يعني في دونجا واخده كده يا معلم، هو يا معلم هو دونجا، هو دونجا ماسكه كده مسا، يعني احلى مسا عليك. انت طلعت بقى الماتش باللي انت بتعمله يا معلم، والله انت بقى، انت ما جيتش، انت ما فيش، انت صفر. اي كوره لازم يتفزلك، لازم يرفع الكوره شويه، لازم يعمل تموقيصه، لازم يا معلم ليه يابا؟ ليه اللي انت ليه؟ ليه وما لا هو؟ طب انت شايفه كده طول 45 دقيقه ما تطلعوش من الشوطين؟ خلاص يا معلم هو بقى الماتش، هو بقى الماتش. انت ما شفنا انت محتاج دلوقتي واحد كوير، واكتر واحد كوير على الدكه عندك، موجود عندك على الدكه اللي احنا هنجيلها كمان شويه. اكتر واحد كوير في على الدكه عندك هو قفشه. ليه ما نزلوش اصلا من اول الماتش؟ ليه يعني ليه ما نزلوش يا عم من الدقيقه 45 اللي هو خلاص بقى يا معلم انا نص الملعب متاكل، مروان عطيه مش عارف يسد لوحده، اكرم توفيق اللي عمال يلمس كوره عمال بياخدها، لازم يلمس مره واثنين وثلاثه وكعب وياخد الكوره يرجعها ورا. انت اكرم توفيق هو سته يا معلم، هو لا سته لا سنتر باك لا باك. انما حته اللي انا اعتمد على اكرم توفيق انه يديني حته كريتيف اللي هو توني كروس، لا يا معلم هو مش توني كروس. هو احنا كنا عارفين ان اكرم توفيق انا هعمل تاكل، هو مش عندي هو مش عمنا هيعمل لي حته كريتيف، لا يا معلم والله هو اكرم توفيق احنا عارفين اللي هو موظف يا معلم، انا باخد اقطع الكوره، انا هخش اخد الكوره. انما حته اللي انا اقول لك يا معلم والله انا حته كريتيف لا. ومع احنا الناحيه الثانيه عندك مروان عطيه، لا يا معلم برضه مش حته كريتيف. انما الحته الكريتيف الوحيده اللي كانت عندي هو امام، هو امام وحش من بره الماتش، من اول الماتش هو بره الماتش. فمحتاجين ننزل مين؟ محتاجين ننزل واحد زي قفشه، واحد زي السوليه يا عم اللي اصلا هو بره بقاله كتير بس هيبقى احسن بكتير، بيقدم لي كتير اكتر بكتير. لو نزلته مكان مروان عطيه هيديني حته كريتيف برضه، هيأثر لي في الدفاع بس هو هيمسك لي نص الملعب وهيديني حته عايزين واحد كوير يمسك كوره على الارض. انما حته اللي انا يا معلم والله كل كوره اخدها احاول اتفزلك بيها واعمل ميس باص. انت يا معلم هو لو في احصائيه كده انت عملت كام ميس باص في الماتش؟ لا يا معلم هو انت ممكن تعمل مثلا 10 باصات صح والباقي كله ميس باص، انت بتعمل كميه ميس باص يا معلم، هو ايه ده؟ انت ازاي اصلا؟ طب هو برضه مش ايمان بس، يعني الغلط هنا برضه مش ايمان بس، هو الغلط هنا يا معلم والله اللي انا شايف وانت شايف ان وسام وحش طول الماتش
او مش وحش طول الماتش، هو ما بيوصلوش قوه. الحته الكريتيف اللي كنت بتكلم عليها في حته قفشه، هو ما وصلوش قوه، هو وسام مش بيوصل له قوه. انت معلم اي كوره انت محتاج حد في نص الملعب، ودي هنجيلها في حته الصفقات. انت محتاج حد ينقل الكوره من ناحيه من الحاله الدفاعيه وانت بتدافع اصلا. انت بعد ما جبت الجون خلاص، وانت يا معلم انت خلاص جبت جون يا معلم، انت حضرتك هتقفل. وهو الماتشات بتتلعب كده، الماتشات دي بتتلعب كده. انت محتاج حد بقى يا معلم يعمل الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه جدا، لان بتلعب هجمه مرتده. انت اي كوره كنت بتقطعها منهم كنت بتشددها كانت ترجع لهم تاني، فانا ما بستفادش حاجه، هي بترجع لهم برضه. طب يا جدعان، حد شايف زي ما انا شايف ان يحيى عطية الله كباك اللي هو وظيفه الباك؟ لا. طيب يا معلم، والله هو دلوقتي يحيى عطية الله جسديا هو ما ينفعش يروح ويرجع تاني، خلينا متفقين على كده. اصل هو مش مثلا مش مندي، يعني دخل مندي في السوق اللي احنا بنتكلم فيه، هو مش مندي. لا، هو بيروح ما بيرجعش، او بيرجع ما عارف اللي هو في حاجه وحشه وحته الفزلكه. يا معلم انت الماتشات دي بتتلعب على فرص، فتعمل الكوره كده وانت عارف يا معلم ان انت خلاص هما بيهاجموا عليك بكل خطوطهم لان هما مش باينين على حاجه، تعمل الكوره بالكعب. ليه يا معلم ليه؟ فيعني انا مش فاهم يحيى عطية الله. لا، وكولر كمان بيلعبه بيخليه يلعب البلن، اللي هو يا معلم انت كنت عملتش حاجه في الماتش حرفيا تذكر، وكمان كنت سبب في الجون. لا، وبخليك تلعب البلن وانا عارف ان انت نفسيتك في الارض. ما احطش مثلا، لا ما احطش مثلا واحد زي مثلا يا عم ياسر ابراهيم، حاجه تانية يا عم، اي حد يا عم، اكرم توفيق، والله العظيم يعني اي حد يخش يشوط البلن غير يحيى عطية الله اللي نفسيته في الارض. فده كان كلها اخطاء كولر. نروح بقى لاخطاء اللعيبه، ونروح لحته اخطاء اللعيبه. واخطاء اللعيبه اللي كان عندك يا معلم فيها مشكله، احنا اتكلمنا عن يحيى عطية الله وانه بيتعلق في الكوره. لا يا معلم بقى، تعالى شوف بقيه اللعيبه. لا، هو في الماتش ده انت بتتعلق على الكوره وبحسسني انك مقفل اللعبه. لا يا معلم، انت ما حققتش اي حاجه. انت لحد دلوقتي يا معلم انت كسبان بطولات بالكوم، بس انت ما جيتش واحد من 10 من لعيبه اللي كانت بتموت نفسها ومحققين الدنيا، يعني كانوا عاملين كل حاجه وبيموتوا نفسهم على الكوره. محدش كان بيتعالى على الكوره. حد يا معلم، هو رونالدو وميسي ما بيتعاملوش على الكوره. رونالدو وميسي اللي قفلوا اللعبه ما بيتعاملوش على الكوره، ما بيمسكوش الكوره يا معلم ويمرقصوا مره واثنين وثلاثه، ومحتاجين ان هم يفرشوا واحد عشان يبص. يا معلم ايه انت عبيط؟ انت عملت كميه ميس باص، المفروض تبقى نفسيتك في الارض بتلعب الكوره السهله. انت ايه يا معلم؟ انت مفكر نفسك ميسي؟ طب في تالت حاجه ودي الاخيره من ناحيه اللعيبه. انت يا معلم، احنا كان الاول بيقول لك ايه، احنا قفلنا بعد الفوز على طول، كان بيقعد يقول لك انت عندك مشكله في الاهلي ان اللعيبه بتاعتهم ما بتحتفلش كتير. وانت يا معلم ده بقالك قرن بتحتفل بالدوري، بقالك سنين بتحتفل يا معلم ليه؟ ده دوري انت بتاخده كل سنه. اللي هو يا معلم انت اصلا الدوري محطوط في بندور على افريقيا بقى، وبندور على السوبر، وبندور على كاس مصر. امال كنت خدت مثلا كاس عالم انديه، كنت طلعت رقصت في الشارع. فانت يا معلم بتحتفل بقالك كتير. لا، ومش بتحتفل بقالك كتير، ده انت كمان بجح وتحتفل قبل ما الماتش يخلص. يعني تحتفل بضربات جزاء. انت يعني شفنا رامي ربيعه المفروض الكابتن بتاع الفريق بيحتفل بضربه جزاء بعد ما جابها وراح يحتفل قدام. يا معلم انت ما شفتش، انت لسه اول واحده وتاني واحده. انت يا معلم لسه ما فيش حاجه اتصدت عشان تحتفل مثلا لو انت متقدم عليه. انت ما فيش، انتوا الاثنين متعادلين لحد دلوقتي. فيا معلم ليه تحتفل بدري قوي قوي قوي؟ نروح بقى لاخر حاجه في حته في اللعيبه ما اتكلمناش عليها اصلا، كلاعب ما اتكلمناش عليه بس هنتكلم عليه كمان شويه في الاخر خالص. ده داخل فقره لوحده، ما ينفعش حد في وسط اللعيبه دي. نروح بقى لحته الاداره، وحته الاداره اللي ما بتجيبش صفقات. ماشي، عارف اللي هم جابوا يحيى عطية الله، جابوا عمر الساعي، جابوا يوسف ايمن، وجابوا لعيب زي اشرف داري. بس يا معلم انا مش محتاج، يعني محتاج اللعيبه دي، مش هقول لك مش محتاجه، بس انا محتاج. انت مش مقتنع بكهربا، خلاص انت مش مقتنع بيه، مشيه يا صاحبي وهات لي واحد تاني مكانه. انما تسيبهولي ولا انا معتمد عليه ولا حتى هو بيلعب واما ابقى محتاجه ما بنزلوش. فانت ليه كده؟ طب الصفقات يا معلم، انا وانت عارفين ان انا محتاج يعني سترايكر بديل لوسام، عشان لو وسام وحش اعرف انزله. يا عم ينزل لي وانا خسران يلعب باتنين قدام، انما دلوقتي العب بمين اتنين قدام؟ انت اول ما نزلت لي طاهر، هات لي واحد من على الدكه اقدر اعتمد عليه. السوليه اللي متصاب بقاله قرن، عندك طاهر ما اعتمدش عليه انه يترجم لي اي حاجه، يعني ما يذاكر لي، ما اعتمدش عليه يا معلم. انا اعتمد على طاهر انه يترجم لي فرنساوي، انما يذاكر لي بقى مش يلعب لي كوره يذاكر لي، ما اعتمدش عليه. مفيش لاعب في الدكه. كوكا يعني هو كوكا ممكن الحسن الوحيد هو وقفشه، انما الباقي كله يا معلم ما ينفعش اعتمد عليهم. السوليه اللي بقاله كتير مصاب، طاهر،
عندك يا معلم، لا خالص ما ينفعش يا معلم. انا رامي بيعه ده اصلا من فتره كنت همشيه، عشان تعرف بس انت مالت لدرجه ايه. او رامي بيعه انت كنت هتمشيه. رامي بيعه انت معتمد عليه دلوقتي، ومعتمد عليه ده اعتماد كلي، انت هتمشيه يا معلم. اخر حته للاداره، وهي الغربله اللي انت عملتها. انا عايز اشوف واحد بعد سيد عبد الحفيظ، اذا كان خالد بيبو ولا سامي قمصان، كمدير كوره نجح. يا معلم انت صفر. انت يا معلم مشيت سيد عبد الحفيظ ليه؟ انت اذا كنت اقلته ولا هو اللي مشي يا معلم، انت كنت لو قلت له سيد عبد الحفيظ، انت كان موجود في القناه، وما حبيت ترجعه قلت له تعالى، قام جاي لك. انت لو كنت قلت له كمل يا معلم كان كمل. هو اللي مشي، انما لو انت اللي مشيته دي كارثه لوحدها اصلا. انك ما فيش دلوقتي. احنا على طول بنشوف بقى اللعيبه ايه، راح تحضر مثلا مع اللي هو مصمم الازياء بتاعهم، افتتاح مطعم عمرو، افتتاح مطعم تامر حسني. يا معلم ايه يابا، ايه ده، ايه الرجاله دي يابا، ايه ده؟ لا شوف، هو مفيش خناقات بتحصل زي الاول، بس يا معلم هو مش تبان ان احسن عندك خناقه عشان يبقى في مدير كوره عدل. المفروض كان سيد حفيظ، انت يا معلم اتاخرت عملت حاجه، كنت موجود يا معلم سيد حفيظ. كان في حد بيعمل لقاء مع صحفي، اول ما سيد حفيظ شافه قام جاي واخد بعضه وماشي. من صرامه سيد حفيظ يا معلم، عشان عارف ان هخش جوه يتمسح بيه الاسفلت حرفيا، عشان عارف ان في مدير كوره ذكر واقف بره، عارف ان هو هيسفلته. انما مين يا معلم؟ خالد بيبو. خالد بيبو كان طايق يعني يا معلم. خالد بيبو انت عارف اللي هو ايه، اخوهم الصغير، مش مدير كوره. لا يا معلم، هو اللعيبه دي، لعيبه مصر كلها ما ينفعش معاهم كده. ما ينفعش معاهم انك يا معلم والله انت صاحبي، لا ما ينفعش، هيتسفلتوا يتسفلتوا. طب نروح لاخر حاجه. انا مش هتعصب، مش هتعصب زي بقيه الفيديو. الشناوي ده اللي قلنا هنتكلم عليه، هو مش تبع اللعيبه، او انا مش هحطه في خانه اللعيبه دي، لان الشناوي اكيد اكبر من كده. الشناوي اكبر من حد يطلع انت يا معلم، انت اي حد قابل للانتقاد، بس الشناوي عمل كتير. فيا معلم والله اعتزل، يعني كرم تاريخك يا عم. يا معلم انت بقيت مستواك متدني لدرجه لا توصف. انت وحش قوي، مش وحش بس، انت وحش قوي. انت من السيزون اللي قبل اللي فات ليك طفرات. تيجي ليه طفرات يا معلم، واحنا بنسافر تيجي ليه طفرات. فانت ليك طفرات، ليك بتصد حاجات حلوه قوي، بتصد بلانتيات زي بلانتي مثلا ان انت خسرته من زيما. بس يا معلم والله انت وحشتك اكتر من حلاوتك، فخلاش ننسى الحلو ده ونسفلتك، وتخلي الجمهور يجي في مره يقوم جاي شتمك في المدرجات. فما توصلش نفسك لحته شريف اكرامي اللي هو عملها في الاخر، او ما توصلش نفسك لحته حسام عاشور اللي هو كان في مشكله بيني مع النادي. يا معلم امشي بكل، عشان بعد كده يبقى ليك بجد تاريخ مع النادي يتذكر زي سامي الحضري. سامي الحضري ليه تاريخ مع النادي، بس هو بوظه باللي عمله في الاخر. انت ما تبوظوش يا معلم باللي انت عملته في الاخر. انت امشي بقى، فاهم يعني؟ تمشي يا بكل احترام تطلع بقى اللعيبه اللي تحت زي حمزه علاء وزي مصطفى شوبير. خلاص يا معلم بقى، هم ده الجيل الجاي. انت خلاص مش هتاخد جيلك والجيل اللي بعدك، يعني حرام كتير كده يا معلم والله. ونيجي لاخر حته، واخر حته مش تاخد دقيقه او نص دقيقه، هو ضربات الجزاء. انت يا معلم دلوقتي عندك ضربه جزاء الاهلي، ضربه جزاء صحيحه 100%، لان الكوره لسه موجوده في الملعب، والكوره موجوده في اللعب، الكوره ما طلعتش بره. فالتدخل والكوره في الملعب، فهي بلا صريحه، وما ينفعش احنا نقارن يعني نتناقش فيها يا معلم. هي خلاص خلصت، هي بلا صريحه. الحته التانيه ضربه جزاء الزمالك، انا شايفها ضربه جزاء صريحه برضه، صريحه جدا. هي يا معلم، هو الكوره جايه وانت داخل الالتحام، اذا كان بقى برجلك بفخدتك بالسمانه باي حاجه يا معلم، عمر بيعه طالع بتهور كبير، دخل شال اللاعب. الحكم كان المفروض يحسب ضربه جزاء الزمالك، ما حسبش ضربه جزاء، بوظ الماتش عادي جدا. فده كان الكلام كله عن الماتش، وده كان قلت اللي عندي كله، طلعت اللي عندي كله ممكن حاجه ما تعجبش ناس كتير، بس يعني انا بالنسبه لي عجباني، وبالنسبه لي حلو، وبالنسبه لي طلعت اللي عندي. وده كان اساس الحلقه في الاول، واساس القناه في الاول خالص، اللي هو اللي انا اقول اطلع اتكلم في اللي انا عايزه. فانت مش شيء ولا جديد. انا سيد ماجد، دي منتدى، ودي حلقه السوبر الافريقي. سلام.